السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفكن أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة على طول. اليوم الفيديو يلي رح نعمله مع بعض هو الكيك الإسفنجي أو الكيك اللي بغصص مثل ما بنقول عنه بسوريا، لأنه شوي ناشف وحصرا بينعمل جنب عصير أو شاي أو قهوة، بس بالنهاية طعمته كتير طيبة، وخصوصا إذا مشيتوا على نفس المقادير يلي أنا رح قلكم عليها، ورح قلكم شو الأخطاء يلي صارت معي بهذا الكيك مشان انتوا تتجنبوها، ورح قلكم ليش طلع معي لون الكيك أسمر. أول شي أنا عندي هون 5 حبات من البيض، رح أفقس كل بيضة لحالها وحطها بقلب الجاط الخاص بالخفاقة. أنا ما بحب أفقسهم مع بعض لأنه بخاف وحدة تكون خربانة، فبضطر كب كل البيض يلي عندي. فهلأ رح أفقس البيض، الأغلاط يلي أنا عملتها إني استخدمت سكر غامق اللي هو سكر التموين. هلأ عندي معلقة كبيرة من الفانيليا البودرة، وراح احط نقطتين من الفانيليا السائلة. انتو فيكن تستبدلوا النكهة ببرش ليمون على حسب رغبتكن. وعندي هون كاسة كبيرة من السكر، هاد العيار بيلزمه 1.5 كاسة، لكن أنا اكتفيت بكاسة واحدة. رح احطه هلأ مع البيض، رح احط الكاسة مع البيض وبعدين اخفقهم حتى يتضاعف عندي حجم الخليط ويصير عندي كريمي. كنت عم قلكن اني استخدمت السكر الغامق شوي، والزيت كمان كان لونه غامق. هذا الشي بيأثر على لون الكيك وقت بتقعدوا تشووه بالفرن. عندي هون 3/4 الكاسة من الزيت النباتي، فيكم تعملوا انتو ميكس تستبدلوه بميكس من السمن النباتي والزبدة، مهم انه 3/4 الكاسة. هلأ والخفاقة شغالة بدي اضيف الزيت بالتدريج لحتى تخلص عندي كل الكمية. ودائما لأي عيار كيك لازم يكون بحرارة الغرفة، يعني بنطلع البيض والحليب قبل بوقت من البراد حتى يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. حاولوا تستخدموا السكر الأبيض الناعم بالكيك والزيت اللي لونه فاتح، هاد هو السر يلي بيخلي لون الكيك أبيض. وعندي هون كاسة من الحليب اللي بحرارة المطبخ، وعندي 3 كاسات من الطحين منخولين مرتين، مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ونفس الكاسة اللي ببدأ أعير فيها كفي فيها. بتمنى منكم تاخدوا الملاحظات يلي حكيتها بعين الاعتبار، لأنه لون الكيك حيفرق معكم كتير. هلأ العيار الخليط صار عندي جاهز، هلأ بدي اسكبه بزبديتين. اقسم العيار بالنص، قسم رح خليه أبيض والقسم التاني بدي اضيف عليه الكاكاو، وبخلطهم كتير منيح. والفرن لا تشغلوه قبل بوقت، بس صار عندكم الخليط جاهز بتشغلوا الفرن وبتتركوه يحمى 5 دقايق، بعدين بتدخلوا الكيك على الفرن وما بتفتحوا الفرن قبل نص ساعة. هلأ بدي اسكب، طبعا هذا القالب انا داهنته بطحينية، انتو فيكن تحطوا نقطة زيت وترشوا عليه رشة طحين كمان حسب المتوفر عندكم. إذا كان الفرن حامي كتير، يعني لو شغلتوا الفرن من أول ما بديتوا بعمل الكيك حيصير عندكم الفرن كتير حامي، فلما رح تدخلوا القالب على الفرن حينفش بسرعة ويكون قلبه لسه مو مستوي منيح وحياخد لون غامق. هاد العيار أنا أول مرة بجربه بالفرن عندي، ولو مو كل شوي شيك عليه كان احترق عندي القالب. فمو شرط إنه يكون درجة حرارة 180، لا، كل حدا لازم يكون عارفان كيف وضع الفرن عنده.
هلأ هون بعد ما طالعته من الفرن شوفوا هاللون ما أحلى. خلينا نقسمه نقطعه ونشوف قلبه كيف. صدقا طعمته كانت كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوا المقادير. انا رح اترك لكم المقادير تحت بصندوق الوصف مع الملاحظات يلي انا حكيتها. بتمنى انكم تستفيدوا. خلينا نشوف الكيك من قلبه. شوفوا ما شاء الله هش وطري. شايفين اللون الغامق شوي؟ هو هذا السبب بالسكر والزيت والفرن، اني شغلت فرني من اول ما بدأت اعمل الكيك. بس هلأ المرة الثانية اكيد حاخد هاي الملاحظات اكيد بعين الاعتبار انا شخصيا. التشققات يلي بتكون على وجه الكيك هذا سر انه الكيك ما شاء الله انه كتير ناجح. انا عم فرجيكم لون الكيك عن قرب. اي شي فيكن تزينوه، فيكن تحطوا شوكولا سودا وشوكولا بيضة يلي متوفر عندكم فيكن انتو تحطوه. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني اكيد من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل ليوصلكم كل جديد. عندي هون الشوكولا السودا دوبتها على حمام مائي. وعندي كمان الشوكولا البيضة او النسلة حليب المكثف المحلى يلي متوفر عندكم انتو فيكن تزينوا فيه الكيك. هذا الشيء اختياري. ولو عندكم جوز هند او فستق حلبي مبروش كمان فيكن تحطوا على وش الكيك، كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. انا عم حط هون جوز الهند المحمص بيعطي نكهة كتير طيبة كمان بالكيك.